الاكله دي من اكتر الاكلات اللي موجوده في مصر، وهي اغرب اكله في مصر. في ناس كتير قوي بتحبها وفي ناس قوي بتخاف تقرب منها. بتحب الكوارع والسمين ولحمه الراس وكل حاجه موجوده في الفيديو ده. اخواتنا السعوديين يحضروا معانا في الفيديو ده لان هم عاملين فته سعودي كمان. اول مره اجرب الابواب في مصر. بتحب لحمه الراس؟ كمل معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدا الفيديو عايزك تعمل لايك وتعمل شير. عايز تبقى متين؟ تعالى لعم ابو حاتم هنا كل سمين. صلي على الرسول صلي. من الاخر وهو عالم من اعلام الشرابيه. الناس دي شغالين شغلهم كله طازه والذبحه بتكون اليوم بيوم. خد بالك ابو حاتم بسرعه وشوف الكلام بيقول ايه. حاسب رايح بيها فين؟ روح بقى بيت بيتك يا ابو حاتم. دي بتاعت الناس المتجوزه. انا هتجوز بقى يا ابو حاتم، سيبها لي بقى. دي القباوه بتاعتنا بتاعت الناس المتجوزه، العرسان بس اللي بياكلوه. بحب القراقيش. كمان عندهم شرب البهاريس وبيجمعوا كل لحمه الراس وبينزلوها على اتشرف ان انا بشتغل من ذبحه الحاج صبحي كابر، الغنم الضاني الصعيدي اللبانه. حاتم حرفيا ايده تتلف في حرير لان وارث الشغلانه ابا عن جد. عشان احنا بنحب ندلع الزبائن بتوعنا، اللي ما بياكلش ضاني بناكله عجالي. اشتغل الكوارع بالطريقه دي زي ما حضرتك شايف كده، بعظمه بالنخاع بتاعه. ما بنشتغلش الزبونه. المخ الضاني عملته بانيه، دخلت ورق العنب هنا، ده الجديد بتاعنا مع الناس السعوديه. فحبينا يعني نعمل زيهم عشان احنا كلنا الحاجات دي عندهم هناك. فدي والدي الله يبارك له هو اللي اخترعها علينا عشان هو كان في السعوديه وكلها كده، فجه عملها هنا كده. السفره تكون كملت من كل مشكل اللحوم وفته والورق عنب الكوارع. واول حاجه هنبدا بيها هي الكوارع. علي ليفل حبتين ثلاثه ورحت جايب شوربه البهاريس حرفيا جامده جدا. ادخل بقى على مشكل اللحوم ودي بتبقى فيها كل خيرات ربنا. الطبق ده بيكون في حاجات كتير قوي. اللسان اللي قدامكم ده ولحمه راس وجوهره. هتفاجئني وطلع عنده حاجات كتير قوي انا ما اعرفهاش. بومبار بجد كان عالمي وهو مقلي وهو مشوي. اكله زي دي ما ينفعش غير وهي ويسكي حلال جنبها كده. كفته بقى تروح منزلها في طحينه كده على طول. هم بيعملوا نوع من الكفته، نوع مقلي ونوع مشوي. حالتين الكفته عندهم بجد خطيره هي وبقيه المشويات. فالقراقيش دي بقى بيكون طعمها عامل زي السكر كده. عاد فلفل وعلي الليفل بيه اكتر. حته طحال بقى مع حته فشه كده، المزاج بقى عالي قوي. الراس دي بقى دي كيفه ناس معلمين قوي قديمه، ودي بيسموها اكله الفتوات.